اول فقره غادي نبداو بها هي ربحه ولا خسره. رابحه اختي فاطمه الزهراء اليوم، لان احنا اصلا قلنا بان هذا الاسبوع ان شاء الله غادي للرباح، وكاع الامور جات في قانون الماليه، مشروع قانون الماليه اللي هي عندها واحد الاثر ايجابي على المواطنات والمواطنين. غنحاول ما امكن اننا نخبروا بها المستمعات والمستمعين ديالنا اليوم ان شاء الله. يعني مع نهايه الاسبوع كاين كذلك واحد الخبر فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر اللي كنا بديناه في ديسمبر من السنه الماضيه، وكان بدا يعني بالنسبه للوليدات اللي هما يا اقل من 6 سنين ويعني ولا هما في السن ديال التمدرس كياخذوا واحد، يعني الاباء ديالهم الوالدين ديالهم كياخذوا واحد 200 درهم عن كل طفل، خصوصا 3 الاطفال الاولين بالنسبه للاسر اللي عندها يعني اكثر من 3 الاطفال. هاد 200 درهم هذه ابتداء من يناير من 2025 غتطلع ل 250 درهم. يعني غتزيد واحد 50 درهم، غتزيد واحد 50 درهم في هذه السنه هذه، وغتزيد 50 درهم في السنه اللي موراها باش نسقفوها في 300 درهم كل طفل، باش يوليو بحالهم بحال الوليدات اللي عندهم التعويضات العائليه في الوظيفه العموميه او في النصيص، يعني باش يولي واحد العداله اللي هي عند جميع الوليدات. كذلك بالنسبه للوليدات اللي هما يعني ما كيقراوش ولكن باقين مع والديهم، السنه الماضيه كانوا كياخذوا فقط 150 درهم، دابا غيبداو ياخذوا 175 درهم حتى هما، على امل ان السنه اللي موراها يبداو يوصلوها لهم ل 200 درهم. وكاين كذلك الاطفال اليتامى من جهه ديال الاب اللي هما يعني الوالدين ديالهم يعني الامهات ديالهم ارملات، هادو كانوا كياخذوا 350 درهم في برنامج تيسير. هذه السنه هذه يعني ابتداء من السنه المقبله غادي ياخذوا 375 درهم، على امل حتى هما باش تكون واحد زياده اخرى سنه 2026 باش نوصلوها ل 400 درهم. وكذلك الامر فيما يتعلق بواحد الوليدات اللي هما في وضعيه اعاقه، لان كيحتاجوا واحد المصاريف اللي هي اكثر. هذوك بدينا ب 300 درهم في سنه 2024، 2025 غتطلع 350 درهم وغتولي في 400 درهم في سنه 2026. وبالتالي يعني الناس اللي كياخذوا الدعم، مثلا واحد الاسره اللي كانت كتاخذ مثلا واحد 600 درهم او 700 درهم، راه ابتداء من يناير الجاي غتطلع ليها بواحد 100 درهم على حسب الوليدات واش كيقراو ولا ما كيقراوش، ولا الوليد عنده اعاقه ولا ياك غادي يتزاد بهذا تماما هذه المصاريف. مزيان، هذا خبر زوين ان شاء الله. على امل الاسبوع الماجي تما يكونوا اخبار ان شاء الله زوينه. دائما احنا معكم مباشره على راديو اصوات، تواصلوا معنا على 0522 77 24 24، ولكن من بعد الفاصل خليكم معنا. اتصلوا بنا باش تكلموا مع الخبير في تدبير المصروف سي محمد جدري. احنا مازالين معكم من دابا حتى 7:30 مباشره معكم على راديو اصوات. كاين رقم واحد اخر للتواصل عبر الواتساب 0600 94 94 98. معنا اتصال من الدار البيضاء ومعنا هند. السلام عليكم هند. وعليكم السلام. كيفاه؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك الحمد لله. اش اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله الله يطول عمرك. كي دوزتي نهارك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كي غادا مع المصروف هند؟ كي غادا مع المصروف صراحه كنا غادي مزيان، مي ديرنييرمون ولا عندي مشاكل صراحه في المصروف. تخاصمتي معاه؟ تخاصمت معاه بزاف. علاش؟ لاخاطش ولينا صراحه في الخدمه ولينا كنعيشوا واحد ديكالاج في البايمون، يعني كتجلس شهرين كيفاي ولا عندي صراحه كل شيء مخربق، ترونات القضيه. هذا هو المشكل. علاش اتصلت بغي زعما شي استشاره ولا كيفاش؟ انت مستمعه قديمه ولا جديده هند؟ لا مش قديم، انايا غير شحال هادي وانا كنكون غادا في الطريق غادا سادا الطريق لداري كنصنت لكم، ولكن ديما زعما وكنستافد بزاف من داكشي اللي كتقول، وصراحه خديت به ومشيت به وحققت شحال من حاجه، ولكن زعما هذا العام هذا صافي تهرس، حسيت براسي بحال ولكن هادشي راه خارج على الاراده ديالك، لانه انت ما عندك علاقه بهذا الروتار اللي كيتعطل عليك. زعما كتكوني غادا بحال دابا كتحطي واحد لو مونطون زعما شاك موا ابخي كتولي ملي ما كتخلصيش كيفي كتبقاي تاخدي من داك الفلوس كيجيوك حوايج على قتله ما بقيتش عارفه نجيري راسي والله. واخا اختي هند، قولي لي اختي هند، اختي شحال لو ريفوني ديالك؟ نعم شحال الاجر ديالك؟ عندي 12000 درهم. 12000 درهم اييه. وهذا 12000 درهم هذه هاد لو غوطار دو بايمون اللي عندكم شحال تقريبا الوقت دابا هو عندكم؟
تقريبا دابا هو عام وحنا كنعيشوه لا فان داني ديال 2023 حنا كنعيشوه. دابا ومالغري زعما هادشي كنحاول نخلي شي بركه. علاش لا كنقول الشهر اللي جاي من مورا واش نتخلص ولا ما نتخلص. وهاد الغطاء تقريبا كتخلصوا فاش في النص ديال الشهر في 20 في قبل من 20. بحال دابا انا نعطيك غير مثال. عندي دابا باقا كنسال حنا اوني لو 24 10 باقا كنسال الموانف مازال ما تخلصش فيه. دابا عندي انا غطاء ديال ان موا وهو الموا ديال قرب يسالي. وي وعاد عندك دي زونغاجمون، عندك وليدات، عندك الترونسبور، عندك طبيعة الحال. واخا اختي هند، قولي لي يا اختي هند، الزوج ديالك معاك؟ هو يا الحمد لله الصالير ديالو ترونكي ما عنده حتى شي ماشي معاك؟ هو ترونكي قدام، هو مع الدوله. انا اللي في البريفي اللي عندي مشكل. واخا صافي اختي. قولي لي يا اختي هند، دابا اختي هند شنو هما المصاريف القاره اللي عندك كل شهر؟ عندي تقريبا 1050 درهم ديال لا تريت ديال الدار. 1050. عندي تقريبا واحد 1350 درهم بحال كنكمل بها اللوي، حيت بحال انا داري اللي شارياها كارياها وكاريا في بلاصه اخرى وكنزيد عليها 1350. عندي تقريبا واحد 700 درهم ديال ليكول ديال ولدي الصغير. 700 درهم الحمد لله ما عندوش ترونسبور كندير انايا مزيان. تقريبا عندك واحد 500 درهم ديال المازوت. 500 درهم ديال المازوت. عندك واحد تقريبا واحد 500 درهم مع داكشي ديال الدار، ماما كدور معاها فرماسيان دواء شي بحال هكاك. 500 درهم حتى هي تقريبا. شنو عندي اخر؟ تقريبا هادشي اللي عندي هادشي اللي عندي تقريبا. نقول عاد المصروف ديال الدار بحال هكا ديما خاصك تاخذ شي حاجه للوليدات تشدي معاك. مرة جيبي هادي. انا نكمل معاك وكمل معايا. الماء، الضوء، التليفون، انترنت، التليفون ديالك؟ راجلي هو اللي مكلف به. التليفون ديالك حتى هو؟ لا التليفون ديالي انا عاطيني الخدمه مزيان. هو اللي كنتصل به. تقضيه مكلف بها الزوج ديالك؟ تقضيه مكلف بها الزوج ديالي، ولكن بحال قلتي هو 70% وانا 30%. يعني كتكملي واحد 1000 درهم. واحد 1000 درهم بحال هكاك. واحد 1000 درهم. ها هي 1000 درهم. اييه واخا. وبالنسبه لك انتيا لارجون دو بوش ديالك انتي؟ نقول واحد ما بين 600 700 درهم تقريبا. 600 700. ها هي حتى هي 700. عاد حاجه اخرى الكسوه ديال الوليدات عليا انايا. كسوه ديال الدراري. شحال ديال الوليدات؟ ماشي كل شهر. لا بيان سور. شحال ديال الوليدات؟ عندي جوج وليدات. يعني فيما كيحتاجوا انت اللي كتشري لهم. واحد ولكن بحال قلتي في دقه وحده ملي كيكونوا لي صولد وكنتهنى، يعني كنقدر نديبونسي واحد 3000 درهم ولا شي حاجه ليهم بجوج ولا 4000 درهم، ناخذ لهم كل شيء في دقه وحده وزعما كنرتاح واحد شهور تقريبا حتى لا سيزون الاخرى. فهمتيني؟ هادشي اللي كندير. واحد 400 درهم. واحد 400 درهم في الشهر تكفي تقريبا. مزيانه. نديروا واحد 400 درهم ديال الحويجات. ها هي واخا. شنو اخر؟ هادشي اللي كاين ياك؟ صافي. هادشي اللي كاين. الا خرجتوا في الويكاند كتكلف انت كتكلف الزوج ديالك؟ كنتقاسموا صراحه 50% الواحد. شحال تقريبا؟ واحد 1000 درهم؟ قل من 1000 درهم؟ هكاك بحال هكاك 1000 درهم تقريبا. 1000 درهم واخا نحيدوا 1000 درهم حتى هي واخا. تري بيان. دابا اختي هند، خصك تعرفي واحد القضيه. دابا انت كتعيشي في واحد لا بيريود دو ترانزيسيون، في واحد المرحله انتقاليه ياك؟ وهاد القضيه ديال انك عندك يعني عندك هاد المساله ديال الوصال لك كتعطل عليك ديال شهر السعود مازال ما تخلصتيش. دابا تقريبا شهر فيه. هذه مشكله. انا اللي غنقترح عليك واحد الاقتراح، وهذا هو اللي خصك ديريه باش على الاقل ترتاحي يعني بالفرنسيه كتقال او ماتيير دو تريزوري، يعني غير تكون فلوس في جيبك، ولكن من بعد طريقه السير ديالها غير طريقه اخرى. دابا اختي هند خاص تعرفي واحد القضيه، بان المصاريف ديالك الشهريه هي ما بين واحد 8000 وواحد 9000 درهم
واخا دابا الطريقه اللي غنديرو وانايا نشوف معك لا بوسيبيليتي اللي كاينين بزاف ديال لي بوسيبيليتي. كاينه اذا كاين امكانيه انك ديري واحد القرعه ولا واحد الدارت ياك ديريها مثلا بواحد ما بين 24,000 درهم و 27,000 درهم وتاخذيها انت الاولى واخا. دابا نزيدك استاذ واحد النقطه هو انني دابا كان زعما حيتاش كنت كنجمع تقريبا كنحط 5000 درهم حتى 7000 درهم في الشهر. كانت الامور غادا مزيانه. يعني دابا بحال كنت تقريبا عندي واحد 96,000 درهم مخبعه. هذيك دابا ملي كنحسبها كنبقى نجبد منها وانا ما كنبغيش نجبد منها لانه عندك طريطه البنكه خصك تكون الفلوس عندك في البنكه كدوز كتقطع الواي كيدوز كيتقطع فهمتيني. هذا هو الاشكال اللي عندي وكتفهم وكان عاوتاني نعوض ملي كيدخل لي الصالير كنقول صافي ما غاديش نقيسها. وعاوتاني باغفوا منين واحد الخطره تقريبا شي 3 موا عاد تخلصنا كيفي راه تنقصات ليا عاوتاني وجاب الله انت حتى هذا الادخار ها هو نفعك في هذا دابا شحال قلت لي شحال عندك 96,000 درهم 96,000 درهم. انا شوفي اللي عندك 96,000 درهم انا اللي دابا غادي نقول لك هو غتاخذي 26,000 درهم واخا. وكاين 26,000 درهم غتاخذيها واحد لو فون رولمون باش دوز يعني بحال كتقولي انتيا انا عندي المصاريف ديال 3 شهور ديالي تحت مني. يعني ما غنبقاش نتسنى انا صالير يدوز او ما يدوزش. عندي الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث بطبيعه الحال ما يمكنش الصالير ما يدوزش ليك اكثر من 3 شهور. تفهمنا ياك؟ اذا عندك واحد الاستقرار ديال 3 شهور. هاد 3 شهور فيه 8000 و 8500 هي تقريبا واحد 26,000 درهم و500 هي قولي 26,000 درهم اللي هي كتقاد لك المصاريف ديالك. ولكن هاد 26,000 درهم هادي غنديروا واحد لونغاجمون مع راسنا نيت بانك ترديها لبلاصتها في واحد الظرف ديال مثلا عام ماكسيموم خصك ترجع لبلاصتها. يعني مثلا غتقول لي ملي كتخلصي انت كتهزي واحد 2000 درهم كترديها تما كاينه. ولكن الشيء الاخر كل الصالير ديالك الشيء الاخر كله كيبقى كله ادخار لانك انت مسلفه الفوندرمون باش تعيشي واحد 3 موا. فهمتيني؟ انا ديجا خديتهم وخاصني نزيد داك 2000 درهم ولا شي حاجه نعاود نزيدها. خاصك باش ترجعي دابا انت غتسلفي راسك. الحمد لله ان ما حنا بغينا نمشيو نديرو دارت ونتسلفوا مع شي حد. الحمد لله ان انت عندك واحد لي باغن ديالك خذي منه 26,000 درهم. هاد 26 انا ما تقولي هي دابا غتقولي مع راسك دابا هي الصالير ديال فان اكتوبر هي الصالير ديال فان نوفمبر وهي الصالير ديال فان ديسمبر ياك. وكل فين ما يدخل لك الصالير ديال سبتمبر وديال اكتوبر ولا نوفمبر غتهزي 2000 درهم وترجعيها لبلاصه الماكينه على اساس انك في عام غتكوني رجعتي الفلوس كامله اللي سلفتيها لراسك. والشيء الاخر اللي يبقى لك من الصالير راه نورمالمون اون برانسيب خاصك تاخذي منه واحد 80% ديرها في الادخار وواحد شويه ولا تعيشي به لانك انت اصلا مسلفه الفوندرمون باش تعيشي في الشهر ديالك. فهمتيني اختي هند ولا لا؟ لا فهمتك استاذ. هذا هو شوف هذا هو الحل اللي عندك. علاش؟ باش انت اول حاجه انت ما تبقاش مستريسيه مع صالير داز ولا ما داش. هذه غتكون انت مهنيه لان انت عندك كطيحوا لي تريد ديالك المدرسه التقديات طوموبيلتك كلشي عندك انت مهنيه منه. وهذاك الشيء غترديه بشويه وان فوا بمجرد ما تحت الصالير كل مره كتحيدي 2000 درهم للسلف اللي سلفتي انت وحيدي ان غروند بارتي ديريها في الادخار ديالك. والشيء الاخر اللي بقى ممكن تعيشي به واحد شويه. ولكن الشهر الاخر اللي موراه راه عندك انت هي الفوندر لو مده 3 شهور. هند هذه بالنسبه للمرحله ودايزه ان شاء الله بما تستابيليزا لكم الخدمه والحمد لله اللي لقيتي هذا الادخار تحت منك. يعني لا باز راه كاين. جوستومون كنقول زعما كون ما كنتش جامعه دابا كون كنتي يا هند من الناس اللي كيخسروا الصالير ديالهم الشهر بشهر بطبيعه الحال صعيب. كي كنتي غادي تعيشي وهازه مع راجلك الحمل ديال الدار. وراه هذه راه كنت كنعيشها قبل راه عرفتي ما كان الشهر ما كنقدرش نخرجو كيفي خاصني نمشي نتسلف ولا نكمل ولا شي حاجه. ولكن وعدت نفسي الحمد لله كل زعما عام كيزادني شويه في الصالير. وعدت نفسي ان داك الزياده ما نحسبهاش. لا مزيان بحال كنبقى غادا يعني كاع كنحاول تقولن على راسي باش نخرج الشهر داك 7000 و1000 درهم ونحط داك الباقي نحطو. ايوا وها هو نفعك في هذه الوقيته اللي انت محتاجاه. يعني
يعني ديرنييرمون كاع وليت نقدر نحط 5000 درهم حتى 7000 درهم بحال دابا الا كان راجلي خلص شي حاجه ولا هو تكلف ولا شي حاجه بحال ما كنحسب. لا اختي عندك الامكانيه لان شوفي 3000 درهم 4000 درهم هي دوفيس، عندك 3000 درهم 4000 درهم عندك هذه اصلا عندك انت 3000 درهم هذه كاينه عندك. يعني كما قلت انت الا خلص هو غير شي حاجه خلص شي حاجه هو راجلك كتبقى لك انت هي المساله ديالك. وحاجه اخرى استاذ كندير عاوتاني حتى واحد الحاجه اخرى ما عرفتش زوينه ولا لا. باغ اكزومبل بحال دابا كندير سميتو لارجون دو بوش ولا شي حاجه ديال الدراري كندير باغ اكزومبل 50 درهم في النهار. داك 50 درهم اللي كان لا ما خسرتهاش كامله اللي كيبقى كديري في التيغليغ. لا لا بقى بقى ديري في التيغليغ بقى ديري في التيغليغ هذاك الصرف اللي كيشارك من النهار ديري في التيغليغ. كنخليها للوليدات بحال دابا ملي كيكونوا غادي مسافرين ولا شي حاجه كنقول لهم جبدوا صندوق سكوب وهي نفعتك. لا اختي الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه اختي. غير هو شوفي اختي هذا الفوند رولمون ديال 3 شهور حافظي عليه دائما، يعني دائما اليمونتي ديما انت عندك الفلوس ديال 3 شهور قدامك باش تبقاي سون ستريس تبقاي مرتاحه مع راسك. تبارك الله عليك هند. شكرا لك. الله يسر الامور ومرحبا انك استشرتي معنا. مزيان ان الانسان يكون عنده واحد الثقافه ماليه سي جدري. لا الحمد لله اختي انت شوفي دابا اختي فاطمه وهذا الادخار فاش نفعها ونفعها والطريقه ديالها كدير التسيير ديالها تبارك الله عليها. راه هي عندها لابارتمون ديالها ووليداتها دايرين لهم الادخار في ديك التيغليغ ديالها. وهي الحمد لله اليوم ما غتمد ديال حتى شي واحد، ما غتطلب لا من عند بنكه ولا من عند الدار ولا من عند شي واحد الحمد لله. ولكن كنظن بان هذه تجربه مهمه. الانسان ملي كيطيح في واحد الازمات راه هذاك الادخار اللي كيدير هو اللي داك الحيط اللي كتكي كيوقف معاه. كيفاش تخطط من الان لحياتك بعد التقاعد؟ هذا هو الموضوع ديالنا اللي غادي نناقشوا معكم من دابا لحظات. ما عليكم غير تبقاو في الاستماع لينا ومع برنامجكم كي داير مع المصروف من بعد الفاصل. خليكم معنا، اتصلوا بنا باش تكلموا مع الخبير في تدبير المصروف سي محمد جدري. مساء الخير عليكم مستمعاتنا مستمعينا، دائما معكم فاطمه الزهراء الكتيري ومعنا في الاخراج سيف الدين البلغيتي. اليوم الموضوع ديالنا كنعرفوا بانه المرحله ديال التقاعد هي واحد المرحله جديده من الحياه، هي مرحله الاستمتاع والابداع. هي واحد المرحله اللي من بعد واحد تعب وسنوات ديال العمل جا الوقت باش الواحد يتهلا في راسو ويكون عنده واحد الاستقرار مالي. هذا هو الموضوع ديالنا، بغينا نفكروا من الان كيفاش نخططوا للتقاعد ديالنا سي جدري. وهو اختي فاطمه الزهراء هذا واحد السؤال اللي هو مهم بزاف وكيشمل يعني جميع المستمعات والمستمعين كيف ما كانت الفئه العمريه ديالهم، الا كانوا اليوم كبار او باقين في شباب او حتى باقين صغار. كاين واحد مجموعه من المبادئ اللي هي اساسيه اللي خصنا نردوا ليها البال باش اننا من نوصلوا لسن التقاعد نعيشوا هذاك التقاعد بواحد الكرامه وبواحد الاستقلاليه وبصحه جيده. لان هذا هو اللي هو اساسي. اول حاجه اللي خصنا نبداو فيها وهذه هي للاسف ما كنردوش ليها البال في المغرب، هو ان كنبداو نفكروا في التقاعد. يعني عموما الناس اغلب الناس كيبداو يفكروا فيه مع اواخر الاربعينات او بدايه الخمسينات. وتما كاينه الا ما بغيناش نخلعوا الناس شويه راه ممكن نقولوا بان بدا كيفوت الحال لان التقاعد كيتبنى بكري، كيتبنى يعني في واحد الوقت اللي هو بكري. وبالتالي اول نصيحه اللي ممكن نقولوها للمستمعات والمستمعين الكرام ديالنا هو ان الانسان بمجرد ما يبدا الحياه المهنيه ديالو واخا يكون في 20 عام او 22 عام او 26 عام او 30 سنه ما فيها باس ديك الساعه يفكر في التقاعد ديالو. اول حاجه التفكير في التقاعد كبروجي، تفكر بانك انت انا غنكون متقاعد من دابا 31 سنه، انا غنكون متقاعد من دابا 25 سنه، انا غنكون متقاعد من دابا 35 سنه. وبالتالي التفكير في المشروع ديال التقاعد كيخليك انك تقلب على واحد مجموعه من الحلول. اولها وهذه هي اللي اساسيه هو الانسان يسول على راسه. انا خدام في الوظيفه العموميه، عندي واحد الاجر، نسول على راسي انا لا سيميلاسيون ديالي الا بقيت اليوم خدام وبليفوليوسيون ديالي وبتدرج ديالي المسائل ديالي شحال ممكن انني نخرج في التقاعد ديالو. ويسول على راسو ويعرف شحال المعاش يمكن يكون عنده. الا كان في السيكتور بريفي راه مساله معروفه لان الحدود اليوم
كيفما كان اجرك، واخا يكون 40000 درهم او 50 او 60 او 70000 درهم، راه نهار تخرج تقاعد الا ما عندكش تقاعد تكميلي غتخرج ب 4200 درهم، وبالتالي هذه كنردوا لها البال. اذا خصني نفكر بزاف ديال الحويجات. قضيه اخرى، ويبقى حنا كندويو على الاجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام، وكنساو فئات عريضه: التجار، المحامين، الناس اللي عندهم شي بيعه وشريه، واحد الشيفور ديال الطاكسي، واحد السباغ، واحد البلومبي. هادو كلهم خاصهم ضروري يفكروا في التقاعد ديالهم، لان ما كاينش اللي غينفعهم نهار التقاعد الا الصحه ديالهم والا الجيب ديالهم. الدراري كيكبروا كيمشيو يديروا محلاتهم، البنات كيكبروا كيديروا محلاتهم، كتبقى انت وموات الدار ولا موات الدار مع راجلها. وخاصك الساعه تكون عندك جوج امور اللي هي اساسيه: خاص يكون جيبك عامر، وخاص تكون صحتك مزيانه. الا كان جيبك عامر والصحه ما مزياناش ما كاين حتى شي حاجه، ولا كانت صحتك مزيانه وجيبك عامر ما كاين حتى شي حاجه. اذا خاصك انت تقول انا من ندير 60 عام او 65 عام خاص تكون صحتي مزيانه وجيبي عامر. باش نوصلوا لهذا المستوى هذا كاينين بزاف ديال الطرق اللي خاصنا نديروها. اول حاجه هو خاصني كما كنقولوا ننوع من المصادر ديال الدخل ديالي. شي حاجه مهمه اليوم خصني ننوع من مصادر الدخل ديالي. علاش؟ باش هذاك تنويع مصادر الدخل ديالي كيخليني انني ندير بزاف د الحويجات اللي ممكن يعاونوني في الادخار. مثلا على سبيل المثال، مني غنوع مصادر الدخل ديالي، وتولي عندي واحد 3000 درهم او واحد 2000 درهم اللي هي زايده، وغنمشي ناخذ واحد لابارطومون اللي هي زايده وتولي هازه راسها واحد 10 سنين او 15 عام قبل ما التقاعد، او حتى مثلا حتى التقاعد. النهار انني نوصل للتقاعد كنلقى بان هذيك الدار غتجيب لي واحد 2000 درهم او واحد 3000 درهم زايده مع المعاش اللي عندي انايا، راه غتعاونني شويه. ماشي دار ساكن فيها والطريطه واصله حتى لسن التقاعد، هذيك راه غتبقى ساكن فيها، غتبقى جالس فيها وما غتدخل منها والو. المساله الثانيه هي هاد لي برودوي بونكير اللي كاينين اليوم، لا في الخدمات ولا الخدمات البنكيه، هاد المنتوجات البنكيه اللي كاين في مجموعه من الابناك ومجموعه من التامينات اللي كتقول لك عطي اليوم 200 درهم تاخذها ب 400 درهم تخرج التقاعد، عطي اليوم 1000 درهم تاخذ ب 2000 درهم تاخذ التقاعد، كيبقاو يقادوك ويصوبوك. وبالتالي كتقول من هنايا كنكون تزيد بشويه 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 نهار التقاعد كتدخل عندي واحد البركه. وكاينه قضيه اخرى حتى هي مزيانه، هو ان الانسان اليوم كيانفيستي في الذهب. مثلا اليوم كيحط فيه مثلا واحد البركه، مثلا واحد 20000 درهم او 30000 درهم، وكينساها واحد 15 عام او واحد 20 عام. ديك الساعه ملي كيوصل التقاعد يبيع داك الذهب ديالو، منك يبيعو كيخلي ليه واحد الراس مال اللي ممكن انه يدير به شي استثمار، انه يبقى يعيش به، انه يدير به شحال من حاجه. كذلك كاينين هادشي ديال البورصه اللي غندويو عليها الاسبوع المقبل ان شاء الله. والانسان يستثمر في واحد السندات، في واحد الاسهم، لان هادو قد ما كتكون طويله المده ديالهم. واحد السهم اللي اليوم شفتو مثلا ب 50 درهم، راه بعد 15 عام او 20 سنه راه ما يمكنش يبقى 50 درهم، كيولي يطلع في الثمن، وكيبقى يدخل لك واحد الديفيدوند، واحد المردوديه كيبقى يدخل لك كل سنه. الغايه هو انك توصل لسن التقاعد وانت تكون مرتاح تماما من بعد واحد التعب ديال السنوات. كاين الفئه اللي كيبغي يرتاح، يفضل انه ما يدير حتى شي حاجه، يكون عنده واحد المدخول. وكاين الفئه اللي كتكون عندها ديك الوقيته ديال اللي كيقول لك ما كانش عندي الوقت شحال هادي، بما انه عندي الوقت ندير شي بروجي نستثمر فيه. يعني كل واحد، ولكن الاهم هو انه يكون مستقر ومرتاح ماليا، ما جر معاه لا كريدي، ما جر معاه حتى شي مصاريف اللي خاصو تكون زايده. فاطمه الزهراء. وكاين قضيه اخرى، هو ان الانسان بالموازنه مع العمل ديالو او مع الوظيفه ديالو كيدير يدير مكتبه، كيدير سيبر، كيدير واحد البوان دو فونت، نقطه ديال البيع، هادشي ديال لي فاكتور، شي حاجه يعني شي حاجه كيديرها كتدخل عليه واحد المردود وكتبقى تدخل عليه. تخيلي معايا اختي فاطمه الزهراء ان واحد السيد اليوم اللي خدام مثلا بواحد الاجر اللي هو متوسط، ما غنقولش حنا الاجور المرتفعه، مثلا خدام بواحد 8000 او واحد 9000 او واحد 10000 درهم، نهار التقاعد ديالو غتبقى ليه واحد 4000 لواحد 3800 درهم غتبقى ليه في التقاعد او 4200 على ابعد تقدير. وتجي واحد 1500 مع عند السيمير ولا مع عند داك البرودوي بونكير، وتجي واحد 2000 درهم من داك الدابارتمون اللي هو كاريها، وتجي واحد 2500 درهم من واحد المحل تجاري ولا واحد البيعه عشريه اللي دايره هويا، راه كيولي كيبقى في نفس المستوى ديال المعيشه ديالو، وكيبقى محافظ على الكرامه ديالو، وكذلك كيبقى في الصحه ديالو. المساله الاخيره اللي قبيله دابا حتى كنبداو على الجيب، المساله الاخيره هو الانسان كذلك ينفيستي في واحد لاسيغونس اللي هي مزيانه.
علاش؟ باش لان كتكون واحد الامراض مزمنه، كتكون امراض اللي هي مكلفه، خاصو ملي يوصل للتقاعد خاصو تكون عنده واحد الرومبورسمون ديال 100%، باش ان ملي يمشي هو عند الطبيب ما كيبقاش يخمم، يقول لي دير التحاليل، كيقول لي من دابا غنمشي ندير التحاليل، دير واحد السكانير من دابا غنديرو، خذ واحد الدواء من دابا غناخذ الدواء. ماشي ملي كيقول لي الدواء كيقول لي 3 شهور بزاف عليا، غندير واحد شهر او شهر ونص باش في نهايه المطاف كيكون السيد خدام وعنده واحد الاجر اللي هو محترم وصحته اللي هي مزيانه. غير هو اختي فاطمه الزهراء هادشي كله ما كاينش فيه سر. السر الوحيد اللي كاين هو ان هادشي خصو يبدا بكري. علاش؟ لان الا بدينا بكري 100 درهم، الا بدينا في العشرينات 100 درهم، راه غنكون مضطر انني نبداها في الربعينات والخمسينات ب 800 درهم او 1000 درهم. وبالتالي قد ما بديناها بكري قد ما داكشي يكون قليل وكيدخل مع المصروف، كيدخل مع السير ديال الوليدات، ما كتحسش به نتايا، ولكن في نهايه المسيره ديالك كتلقى بان عندك واحد البركه اللي تعيش بها بكرامه اللي هي قبل كل شيء. باش تحقق هذا الشيء كامل فكيطلب غير تخطيط مالي سليم، وهذا الشيء اللي كنوصيكم عليه. يلا تواصلوا معنا على 05 22 77 24 24. ومعنا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاله اش اخبارك مريم؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. تجري لاباس عليك؟ هاني الله يبارك فيك اختي مريم. كي دايره انتيا؟ شكرا لكم بزاف على هذا البرنامج. والله العظيم يوميا كما كنكون خارجه من الخدمه راه اول حاجه كنشعل الراديو ديالكم. والله الله يعطيك الخير. بارك الله فيك مريم. بارك الله فيك. هي كتبعي النصائح ديال السي جدري ضروري. مني كيكون الحال بارد ياك يا مريم؟ مني يكون الحال بارد مني يكون الحال سخون. بلاش علاش؟ شنو الفرق ما بين الحال بارد والسخون؟ شي واحد كتقول لي كدير شي حاجه كيقول لك مني يكون الحال بارد. قولي لنا مريم كي غادا مع المصروف؟ شويه راك عارفه، مره هكا كتدخل لك شي حاجه من الجمله. المهم كاينين شي حوايج اللي بغيت نستشير بهم. الله يجزيكم بخير. مرحبا اختي مريم. عاودي لنا على الاكسبيريونس ديالك وعاودي لنا اختي. اول حاجه بعدا السالير ديالي 13000 درهم 568 اكزاكت. 13000 درهم و 568. 568 اييه. عندي لا تريت ديال الدار فيها 4430. 4430 4430. عارفه التفاصيل مريم بعدا. برافو عليك. مزيان. عندي لا المهم عندي الوالده ديالي ما بين الدواء وداك الشيء اللي كنعطيها تقريبا شي 800 درهم في الشهر. 800 درهم اييه. عندي المهم هذاك الشيء ديال الحمام لاكوافير وداك الشيء ديالي تقريبا شي 1000 درهم باغ موا. تقدر ما توصلش. ماشي مشكل نديروا 1000 درهم وصلنا ليها تبارك الله. ما وصلناش لها غتبقى لينا. اييه. عندي الاخت ديالي تقريبا كنعطيها 400 درهم. اييه. المهم بالنسبه للتقديه تقريبا حقاش انا ساكنه انا وماما. اييه. تقريبا عندي واحد 2000 درهم. 2000 درهم ديال التقديه. اييه. تقديه. والغازوال عندي تقريبا واحد 1200 في الشهر. 1200 درهم ديال الغازوال. اييه. السنديك 200 درهم. اييه. صافي هادو هما لي كونتيات هادشي كامل اللي نديرو. التليفون عندي على حسب الخدمه. حتى بالنسبه لي شارج ديال لا فواتور غير بالنسبه للغازوال انا اللي كنخلصو شي لاخر ديال لا فينيات وديال هذا كلشي على حساب لا سوسيتي. الماء والضوء والتليفون. الماء والضوء عندي تقريبا واحد 250 300 درهم هكاك باغ موا. 300 درهم. صافي هادشي اللي كاين. الا خرجتي في الويكاند انت والاخت ديالك والوالده وهذا؟ ماشي كتكون كل سيمانه. المهم كتكون تقريبا واحد 400 درهم حتى 500. هذه في شحال هذه؟ نحسبوها في قول 100 درهم في الموا. 1000 درهم في الشهر. واخا. اييه. هادشي اللي كاين ياك؟ هادشي اللي عندي. واختي مريم ملي كتسالي الشهر داك اختي مريم شحال تقريبا كيبقى عندك في الاخر ديال الشهر تقريبا؟ هو راه كيبقى عندي ولكن ما كنعرفش. غير لا موين 1000 2000 3000 شحال؟ تقدر توصل حتى 3000. عندك شي اجر اخر من غير هاد الاجر هذاك؟ ولا كاين دي بريم ولا كاين شي حاجه؟ لا ما عنديش. عندي 13 موا كتكون في العام. 13 موا في العام.
تري بيان واخا اختي، لان دابا اختي انت دابا هي هاد 13568 ملي درنا دابا الحساب بقات لي هنايا واحد 2238 درهم، ولكن ما فيها باس نعاودوا الحساب عاوتاني. 13568 حيدوا منها 4430 ديال لاطريت، 200 درهم و300 درهم ديال الضوء، 1200 درهم ديال الطوموبيل، 2000 درهم ديال التقضيه، 1000 درهم ديال المصروف ديالك انتيا، 1000 درهم ديال الخروج، و1200 درهم ما بين الوالده والاخت ديالك. تماما هي هذيك بقات لي هنايا واحد 2238 درهم. انا اختي مريم اللي غادي نقول لك هو اول حاجه هو غديري واحد الادخار بواحد 1500 درهم، هذه اقل ما يمكن. هذه خصك ديري فيها شي واحد لونغاجمون ما تبقايش تشوفيها نهائيا، صافي. هذه ديريها في دارات ولا ديريها في كونت سور كارني ولا خديها ذهب ولا مهم ما تبقايش تشوفيها نهائيا، لا شتيها ما غتصرفيها، صافي. وغتبقى واحد 738 درهم. هاد 738 هذه غتقسميها ما بين الا خاصك شي حويجات، مره خذي شي ارتيكل يعني على حسب الخدمه ديالك ولا حسابك نتيا، ولا خرجتك شي طريقه مثلا شي فويت في الدار، شي عراضه ما كنتش معولين عليها، كان شي اسبوع، كان شي عرس، شي واحد تخطب، شي واحد دار شي حاجه، خذيها من هاد 900 درهم هذه. ولكن اللي هو اساسي هو ان كل شهر خاصك تخلي واحد 1500 درهم. قدرتي على 1500 درهم تبارك الله، قدرتي من دابا واحد شهرين او واحد 3 شهور تطلعيها ل 2000 درهم يكون افضل. صافي مزيان، صافي واخا بارك الله فيك. حاجه اخرى الله يخليك ممكن مرحبا عندي واحد 100,000 درهم وبغيت نشوف واش ندفعها باش نقص لا ديوري ديال لا تريت ولا شنو ندير، ما عرفتش شنو. واخا هذيك لا تريت اللي عندك 4430 درهم شحال فيها؟ باقي لي غتسالي ان شاء الله في 2032 2032 باقا فيها واحد 7 سنين. 7 سنين فوالا. كنت درت فيها غير 15 درتي فيها 15 مزيان. لا مزيان. دابا وصلتي تقريبا النص. مزيانه. شبان لك اسيج دري غتمشي دير لهم 100,000 درهم. عرفتي شنو غينقصوا لك؟ غينقصوا لك هذيك 430 اللي باقا في هذا الجهه. ويا شي ما دارتو يا شي ما درناه. لا اختي مريم، لا شوفي اختي مريم، هذيك ال 100,000 درهم اللي عندك زيدي واحد شويه، زيدي واحد نص عام ولا واحد عام اخر ياك، وزيدي عليها واحد 30,000 درهم لواحد 40,000 درهم، لان عندك واحد 13 موا حتى هو ممكن تاخذي منه. زيدي عليها واحد 30,000 درهم و 40,000 درهم ودفعيها في شي ابارتمون. من الاحسن تكون سيغ بلون ياك، شي ابارتمون صغير ديال ما بين 30 و 40 مليون، ماشي شي حاجه اللي كتيري بزاف، بين 30 و 40. علاش؟ خذيها سيغ بلون بيان سور، مع شي بروموتور لي كونفيونس راكي عارفه اليوم معروفين. قلبي بشويه عليك، ماشي ضروري في المدينه ديالك، قلبي في شي مدن اخرى، واخا تمشي للشمال، واخا تمشي يعني ماشي مدينه شاطئيه، ما كاينش مشكل. باش هذيك لا بيريود ما يجيو فين ما يوجدوها لك تكوني زدتي واحد شويه انتيا، ومن بعد بقات شي حاجه غتاخذيها كريدي من البنكه، وهذيك لابارتمون غتكريها انتيا وكراها يهز ليها راسها واحد 3 سنين 4 سنين 5 سنين كاع ماكسيموم، بما انك تحرر الكريدي ديالها. ومن بعد اللي هو اساسي هو ان غتكوني محرر دارك الاولانيه وعندك دارك الثانيه، وعندك وحده ساكنه فيها ووحده فيها الكرا اللي هو زايد على الاجر ديالك انتيا. صافي يا مريم هذيك 100,000 درهم ما داش خليها عندك. من شويه كنت عندهم نقول لهم غدا يقول لك مرحبا، شوفي غنديروا معك واحد القضيه مزيانه، غنحيدوا لك 430 درهم من الكونت. الله يسر لك الامور مريم، تبارك الله عليك. تحياتنا ليك وتحياتنا جميع المستمعات والمستمعين اللي كنتوا معنا. نقراو بعض الرسائل ديال المستمعين السجري باش ما يتقلقوش علينا المستمعين ديال الواتساب. هذه مستمعه قالت لك الله يجازيك بالخير السجري، بعت الذهب مع الادخار ديال السنوات الكل، دابا المجموع عندي 110 المليون تبارك الله. لا عطاها الصحه داك قبل ما ندوي معاه في هذا الشيء، عطاها الصحه لان باعت في واحد المومون اللي هو مزيان، هذا طالع مزيان. واش نشري شقه او بلاطو بيرو بالمبلغ كله، او جوج ديال الشقق ما بين 40 55 مليون كاستثمار في الايجار؟
لا مزيان هذه امور اللي هي مهمه. هو الفكره الاولى هي مزيانه ديال البلاطو، هذيك فكره مزيانه، ولكن هذيك خصها المقابله وخصها شكون يعني خصك تشوف انت واش غتجهزي هاد لي بيغو البلاطو تجهزيهم بعد غتكريهم، واش غتكريهم مده طويله او مده قصيره. اللي هو مزيان في البلاطو هو ان الثمن ديالو كيكون مرتفع شويه. هذا الاختيار الاول. الاختيار الثاني ديال تاخذ ابارتمون او جوج ديزابارتمون. بطبيعه الحال غناخذوا جوج، لان لابارتمون كيكون شويه غاليه في الثمن، كتكون ثقيله في الكرا ديالها، كتكون ثقيله. واحد لابارتمون فيها واحد 120 متر ولا 130 متر ولا حتى 110 كبيره الكرا ديالها كيكون ثقيل كرا، لان كتكون غاليه شويه في الثمن. ولكن جوج موين كما قلت هي 45 50 كيبقى لي هو امر مزيان. ولكن حتى القضيه ديال لي بلاطو حتى هي فكره ممتازه، لان الا كنتي واحد لونتربريز ولا مثلا شي اسوسياسيون ولا مثلا شي كوبيراتيف ولا شي واحد اللي منطقه كرا على مده طويل ويكون مرتفع مقارنه مع الايجار السكني. واخا الضريبه ديال الضريبه المهنيه هي شويه اكبر من الايجار السكني، ولكن هي غتكون عندها مردوديه اللي هي اكبر. نعم. هذا مستمع خارج ارض الوطن قال لك شكرا جزيلا على هذا البرنامج اللي ساعدني كثير في الادخار بعد ما كنت مسرف بالدرجه الاولى. عندي سؤال، انا كنت كنرسل كل ما ادخرت الحساب البنكي في المغرب تقريبا شهريا باش نشري شقه في المغرب، لكن مع الاسف خصنا توضيح في هذه القضيه سي جدري. قال لك شاهد بعض المهاجرين في اليوتيوب اللي تسرقات الاموال ديالهم من بنك هنا في المغرب، مما اثار التخوف وخفت انني نوقع في نفس الفخ. الان توقفت عن تحويل الاموال الى المغرب، وفي نفس الوقت عندي الحلم ديالي هو انني نشري شقه. انا حائر في نفس الوقت خايف. بعد انا شخصيا ما عمرني ما سمعت شي واحد من هادشي كاين، ولكن حالات استثنائيه. شوف دابا باش نتفاهموا باش نكونوا يعني مساله اللي هي عاديه. انا شارجت كليونتيل خدام في البنكه، كيجي عندي واحد السيد كيحل لي الكونت بونكير ديالو ياك، وهذاك الكونت بونكير كيحلو عندي انايا، وهو انا عارفه بانه مهاجر في ايطاليا ولا في اسبانيا ولا في البرتغال ولا في كندا ولا في امريكا ولا شي حاجه، وكنعرفوا بانه لان كانت هناك حنا المغاربه كندويو، ماشي كنجي للبنك السلام عليكم دير ليا وكندير، كنجي كنجمع معاه وكيعرف اش كندير. ما يمكنش تخبر انت واحد 6 شهور تخبط شهور. هذا الشيء كان في واحد الوقيته. علاش؟ لان كانوا هذوك الحسابات اللي كنسميوهم حنا الحسابات النائمه، ولكن هو قال لك هذا تحويل كل شهر، يعني الكونت خدام وقت فاطمه زهرات الشيء واخا يكون كل شهر. هذوك الحسابات النائمه كانت علاش؟ لانني انا شارجت كليونتيل عارف ان هذاك السيد ما عمره ما غيسول فيه. اش كيوقع؟ كانوا بعض عديمي الضمائر كيمشي مثلا يهز شي فلوس حتى نهار الجمعه، كيمشي يقضي بها السبت والحد، ونهار الاثنين كيعاود يرجع على البنكه. تشدوا شحال واحد تشد في القضيه هذه. ولكن دابا اليوم مع لابليكاسيون اللي عندك كلشي باين، راه كتبع انت عارف شكون اللي قاصك في البنك هذاك وشي حاجه. وبالتالي اليوم لو سيستيم بونكير مغربي راه سيستيم اللي هو سيكوريزي. لا خويا حط خويا فلوسك في البنك هنايا، تبع المسائل ديالك ودير الاستثمار ديالك في المغرب بدون ادنى مشكل وبدون ادنى خوف. نعم. هذا كريم من المانيا كيشكركم بزاف، او كيشكرك السي جدري على هذا البرنامج، قال لك كيفيدنا بزاف. انا من المستمعين ديالكم وكنتصنت لكم دائما. بغيت نسول السي جدري الله يجازيك بالخير، انا عندي واحد المبلغ ديال المال بغيت نشري به 4 أو 3 ديال البارتمات، ولكن جات واحد الشركه معروفه في المغرب عندنا المانيا، وكنت ديجا شريت من عندهم بقع ارضيه في المغرب، وهذاك بما انه انا من الزبناء الاوفياء ديالها عرضوا عليا واحد المشروع ديال 15 بقعه ارضيه وعطوني ثمن زوين تقريبا 31%. والارض عندهم محفظه وبدلوا لي الراي ديالي على البارتمات. هاد 15 بقعه بغيت نهز شويه ديال الكريدي من البنكه، واش تقدر تنصحني بالكريدي من البنكه ولا نمشي في اي اتجاه؟ واش ديال البارتمات لحقاش البارتمات ما عنديش اللي يقابلهم ليا في المغرب، او لا نزعم على هاد البقعه الارضيه والارض من هاد الشركه المغربيه اللي معروفه؟ انا اختي انا في غاندي كلها محافظه قال لك سي جدري. انا في غاندي جاي نوسواس. انا جاي نوسواس. قال لك شركه معروفه بدون ذكر الاسم. واخا شركه معروفه باغي يبيعوا ليه 15 بقعه ارضيه مال هو بروموتور ايموبيلي اش غيدير بهم؟ بغي يبني ماكينه العمارات. لا خويا رد بالك راه شوف صحابنا راه موجودين، رد البال قلب مزيان. وهذا الشيء علاش بغيت تستشر معك السي جدري؟ لا هو ما عندوش مشكل غيمشي ياخذ بقعه ارضيه، يمشي ياخذ كريدي، راه ماشي مشكل. انا خفتو غير ما يبقى ما يكون لا بقعه لا كريدي، يعني هو يخليه في البارتمات حسن لي. انا اختي دابا جاي نوسواس. يلا غادي نواصلوا معكم مباشره على راديو اصوات وبرنامجكم كيدير مع المصروف. من بعد الفاصل خليكم معنا.
ما عليكم غير تواصلوا معنا مباشرة على راديو أصوات مع برنامجكم كي داير مع المصروف على الرقم 05 22 77 24 24. غادي ناخذ اتصال من سلا ومعنا خديجة. السلام عليكم خديجة. خديجة يا خديجة اش اخبارك؟ اخبارك؟ اخبار استاذ بدري؟ اهلا وسهلا لا خديجة. لاباس سيدي بخير؟ الله يبارك فيك، اش اخبارك؟ شاء بارك الله فيك، شكرا جزيلا على النصائح وعلى التوضيحات اللي كتقدموا للناس. الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. انا ما غاديش ناخذ من الوقت ديالكم بزاف، انا تنسمع لكم من الخميس للخميس. لان كنكون في هذا الوقت هذا راجعه من العمل ديالي. وسط الاسبوع 2 و3 ولا 4. لا تنكون ما عنديش كيفاش ندير نسمع الراديو، ولكن الخميس عندي ولا بد. يعني استفدت شي حوايج مزيانين وعجبوني شي حاجه مزيانين، ولكن انا بغيت ندير واحد المداخله للناس بحكم التجربه ديالي. مرحبا. الناس اللي يكون عندهم واحد المدخول الشهري اللي ماشي كثير بزاف. وتيكونوا تيتعذبوا بزاف في القرايه ديال الدراري في المدارس الحره. انا دابا اللي بغيت نعطي واحد، حيت انا وليداتي كبار وقراو وكل شيء وتعلمت من هذا الشيء هذا. الحمد لله. ان الدري راه تيبغي تخلص عليه مزيان ملي تيقبط الباك. انا تنقول لهاد الاباء تيخصهم يوفروا هذوك الفلوس من يكونوا الاطفال ولا دراري ولا في الكوليج في الليسي، يوفروها باش من ياخذوا الباك ديالهم يمكن لهم يديروهم في مدارس مزيانه اللي تخول لهم انهم ياخذوا واحد الدبلومات مزيانه وانهم يولجوا سوق الشغل بواحد الاريحيه كبيره. صحيح. هذا النظر ديالي. يعني دابا حنايا في المغرب تنظن انا ولات عندنا واحد الموضه نسمع ان ولدي في هذه المدرسه، ولدي في هذه البيعه، ولدي الوغ هذا ماشي هو لوبجيكتيف. صحيح. لوبجيكتيف هو ان الوليد ديالي تخصني نامن له المستقبل ديالو. تماما. انا هذه النظر يعني بغيت نعطي واحد النصيحه للناس بحكم التجربه، ان انا وليداتي قراو هذاك، ولكن من بعد الباك يعني قريتهم في مدارس اللي سي جدري. انا كنقول لك مثلا في باطي ما كنتش كنبدلوا العام كله. صحيح. دونك يعني ولكن الحمد لله مني قراو مزيان وهذاك دابا عندهم دي سيتوياسيون اللي مزيانه. هادشي اللي كاين. ولا خديجه انا متفق معك في هذا الكلام اللي قلتي جمله وتفصيله. علاش؟ لان للاسف اليوم عندنا واحد مجموعه من الاسر بالنسبه لهم هما هذوك الوليدات الا ما جابش ليا 9 في الابتدائي وما جابش ليا واحد 17 18 في الكوليج وفي الليسي راه ما مزيانش. في حين ان هذا الشيء راه ما عنده علاقه بال حتى شيء ما عنده حتى شي معنى وما عنده نهائيا ديال الصحه. راه الدراسه هي الدراسات العليا. تماما. يعني خاصها تكون في مدارس مزيانه، هما اللي خاصهم الاباء يعطيو الفلوس عليها باش يخلصوا باش يخدموا باش يكونوا مزيانين. هادشي اللي خاطر تقولي انا نتفق معك فيه، وانا ممكن نزيد واحد جوج النقاط اللي هي مهمه. الحاجه الوحيده اللي خصنا نانسيستو عليها مع ولدنا باقيين صغار هي المساله ديال اللغات، لان اللغات ما كيتعوضوش. ما يمكنش واحد الوليد يدير الباك عارفش يعلم الفرنساويه والانجليزيه والاسبانيه. اذا كنا غنديروا شي مجهود مع حد الدراري باقيين صغار كنديروه معاهم، هما باقين في الصغر ديالهم. والمساله الثانيه وهذه هي اللي مهمه بزاف، هو ان هذوك الوليدات اللي كيكونوا عندهم 18 و 19 ما كيعيشوش الحياه ديالهم كما ينبغي، وبالتالي كيكونوا عندهم واحد مجموعه من العقد النفسيه، ما كيعيشوش المراهقه ديالهم كيف ما خصهم يعيشوها. وبالتالي من كيديروا 24 عام 25 عام كيبغيو يعيشوا الحياه اللي ما عاشوهاش قبل وكيكون تروطاغ. وبالتالي الوليدات ديالنا خاصهم يبقاو معتدلين. يعني الوليد ديالي خصو تكون عنده لغات اللي مزيانه ويقرا لي يعني عادي. ولكن كما قلتي الاستثمار الكبير اللي غندير في وليداتي هي بعد البكالوريا في واحد المعهد اللي هو عالي او برا المغرب او في الجامعات المغربيه اللي هي مزيانه. تماما.
هادشي اللي كاين. وشكرا لكم والله يسخر. الله يعطيك الصحه خديجه. بارك الله عليك خديجه. وصافي بليزير يكون عندنا برامج بحال هكا في البلاد ديالنا. الله يكبر بك الله خديجه، بارك الله فيك. يلا السلامه، الله يوصلك على خير وبخير. يلا احنا دائما على تواصل معكم مباشره على راديو اصوات. تدخل مهم لخديجه اللي تواصلت معنا. مهم بزاف اختي فاطمه الزهراء، لان القضيه هذه انا كنعيشها في المحيط ديالي، في المحيط القريب ديالي. كل شيء دابا كل شيء باغي ولده باغي يكون ميدسان، باغي يكون انجينيور، وباغي يكون سيونس مات، وباغي يدير الكلاس بريبا. كل شيء عندنا واحد الطريق وحده اللي بغينا نمشيها. هو هذا المغرب هذا ما غيجيريو لا كونطابل لا دي ماناجير لا دي جيستيونير لا في الاوتيلات حتى شي حاجه. حنا غنبقاو غاديين غير في الاتجاه هذا، وهذا كيخلي ان الناس اليوم كيتكلفوا على راسهم، لان بالنسبه لهم هما النجاح ديال الوليدات هو النقطه، في حين ان النقطه ما هو الا معيار اللي هو انا في اعتقادي لا يشكل الا 10% ولا 15% من نجاح الوليد بعد الباك. يلا تواصلوا معنا على 0522 77 24 24 او كذلك تواصلوا معنا عبر الواتساب على 0600 94 94 98. هذا مستمع. الاجر ديالي 5000 درهم، مصاريف كالتالي: عنده الغازوال 600 درهم، طريطه ديال الطوموبيل 1428، التليفون 50 درهم، سبور 230 درهم، والظلمه 200 درهم. هادو هما المصاريف القاره. الباقي ما عرفتوش فين كيمشي، مع العلم ديما كنخرج في راس الشهر بسلف. شكرا على الجواب. هو هادشي اللي قال لنا راه مزيان، ولكن ما قالش لنا على التقضيه واش امور ديال الخروج وديال لارجون دو بوش ديالو هويا ومجموعه من الامور. انا بقات لي واحد 2492 درهم. كنظن ان بان يعني الا كان كيخرج الشهر ديالو راه اصلا راه في واحد الوضعيه اللي هي مزيانه. اليوم كاينين جوج الامور: واش هو مزوج والزوج ديالو يعني كتعاون معاه شويه، ولا ما كاينش القضيه. ما كنظنش لانه ما عطاناش مصاريف. الا ما كانش مصاريف المدرسه ولا شي حاجه، كان شي حاجه هو اليوم خصو يعني الا كان باقي صغير يشوف شنو خصو باش انه يحسن الوضعيه ديالو. يعني مثلا يدير شي فورماسيون، ولا مثلا يكمل القرايه ديالو باش انه يولي عنده اجر اللي كبر من 5000 درهم، ولا كانت عنده شي حرفه في يدي ولا شي حاجه حتى هي يحاول ما امكن يخدم بها. لان 5000 درهم اليوم يلا يعني الانسان خصو شويه يحسن من الدخل ديالو باش يبقى لي شويه الادخار، لان ما عنده معنى بقى خدام وفي الاخر ما كتشطي حتى 500 ولا 1000 درهم ما تشاش ليه في جيبه. هذا مستمع. الاخ ديالي عنده الدار كيجي لها كل صيف، وعنده المغازال تحت. ما عرفش واش يكريها ولا لا، لانهم قالوا ليه الا كريتيها ما عمرك ولا دي تقدر تاخذها. شنو الطريقه باش يستغلها دابا، ونهار ينزل المغرب بعد حوالي 10 سنين يستغلها بلا مشاكل مع الكاري؟ دابا واحد السؤال اللي ما كنسولوش لراسنا: هذيك المغازال اش درناها؟ لا درناها جوج حوايج: يا تبيعها يا تكريها يا ثلاثه الحوايج اختي فاطمه الزهراء. يا غتبيعها يا غتكريها يا غدير فيها مشروع. يعني ما كاينش شي حاجه اخرى اللي هي ثالثه. وبالتالي الا انت ما كاينش في المغرب، اذا ما غدير فيها والو، انت ما اصلا ما باغيش تبيعها، اذا خصك تكريها. الكرا حتى هو راه بالقواعد ديالو غدير العقد ديال الكراء ديالك، وهذاك السيد غيخدم تما كاينه غيدير واحد الفوند كوميرس. نهار بغى يخرج شي نهار غيجي الاخر اللي يكريم عنده غادي يخلص ليه الفوند كوميرس ديالو وغيمشي في حاله. ولا انت مثلا بغيتي تكمل هذيك المسيره ديالو تخلص ليه الفوند كوميرس ديالو وتكمل. اما باش نبقاو حنا عندنا استثمار وكي يعني كتاكل فيه الغبره وكتاكل فيه يعني وكيجي ليه من الصيف بعد حتى الدار كتجي ليه مره راه ما عندها حتى شي معنى. اصلا حنا درناه باش هذاك الكراج درناه باش يدخلنا الفلوس. نعم. يلا تواصلوا معنا على 0522 77 24 24 أو كذلك عبر الواتساب. تواصلوا معنا برسائل على 0600 94 94 98. فكنشكركم على جميع الرسائل اللي ما قدرناش نجاوبوا. إن شاء الله راه كنتواصلوا معها حتى من بعد البرنامج. حنا مازالين معكم من دابا حتى 7:30. واليوم الحلقة خصصناها تكلمنا على كيفاش نخططوا من الآن لحياة التقاعد بالنسبة للمستمعين اللي التحقوا بنا. شنو أبرز الاشياء اللي تبغي تاكد عليها من دابا للشباب ديال اليوم اللي خدام، كيفاش يوجد التقاعد السي جدري؟ اهم فكره اختي فاطمه الزهراء اللي كنأكدوا عليها دائما هو ان التقاعد ماشي فكره ديال الشراف. التقاعد هو انا يلاه خارج من المدرسه باقي فريشمون ديبلومي، يلا عندي 21 عام او 22 سنه، خاصني نفكر في التقاعد ديالي وخاصني نفكر فيه. لان كما قلنا اكبر افونتاج واكبر امتياز عند الناس باش انهم يوجدوا التقاعد ديالهم هو ان يديروا على الاتساع. لان هذيك الكوتيزات اللي كنديروها في 20 عام او 25 عام او 30 عام الكارير ماشي هي اللي كندير انا في عامين او 3 سنين او 5 سنين او حتى 10 سنين. وبالتالي اليوم الانسان ما يقولش انا باقي صغير، انا هادشي باقي الحال عليه، يفكر فيه يعني في واحد الوقت اللي هو مبكر جدا.
على ابعد تقدير في اوائل الثلاثينات. نعم. يلا معنا اتصال من الدار البيضاء، معنا نعيمه. السلام عليكم نعيمه. نعيمه خلتنا احنا خلتنا كنتظروا. يلا دائما على تواصل معكم 0522 77 24 24. شحال من واحد فيكم شاد معنا الطريق، فكنتمنوا لكم طريق السلامه، الله يوصلكم على خير وبخير. بغيتوا تتكلموا معنا على كل ما كيتعلق في الميزانيه ديالكم، باغيين تبداو للادخار ما عارفينش كيفاش، عندكم دي فوفخي بزاف، مصاريف زايده وما عارفينش تضبطوها لانه شحال من واحد ما كيضبطش هذه المساله، فما عليكم غير اتصلوا بينا. معنا عبد الهادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اش اخبارك عبد الهادي؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. مرحبا. عندي تدخل بالنسبة للسيدة اللي توات دابا على المدرسة. دابا المشكل اللي كيخلي الناس بزاف ما بقاوش كيبغيو يصيفطوا ولادهم في التعليم العمومي. وهو المشاكل ديال الاضرابات. وحتى المستوى بدا كينزل واحد شويه، ما بقاش داك المستوى اللي دوزناه حنا في الصغر ديالنا واللي عشناه. هذا هو الاشكال الكبير اللي خلانا ولينا كنلتجؤوا ان باش نقريو الولاد ديالنا في التعليم الخصوصي. الا كتشوف الدري بارفوا كتصيفطوا ليكول كيرجع مالك ما كاينش استاذ، ولا حتى كان الاستاذ كيجي الدري كيجي ماشي هو هذاك استاذ شاي كيقري، عنده مشاكل، عنده بزاف ديال الحوايج، حتى المشاكل اللي كيعيشها اليوميه حتى هي كتساعد ان ما كتخليش الدري كيقرا بديك الطريقه اللي غادي يقرا في المدرسه الخصوصيه. وما كاينش هذاك الانتباه للتلميذ واش كاين الحضور في لاكلاس ولا لا. بحال المدرسه الخصوصيه الا كان الدري كيكون ناقص هذه كيتصلوا بك كيعيطوا لك كيقولوا لك شنو كاين، الغيابات كيقولوا لك علاش غيب. وانت السي عبد الهادي متفق مع الاباء والامهات اللي كيخسروا يعني فلوس بزاف في القرايه ديال الدراري ولا متفقش معاها؟ شو ماشي قضيه تخسر فلوس كثيره. دابا الانفستيسمون اللي ولات بولانستون هي الوليدات. لا دابا لا خديجه راه قالت لك انفيستي في الدراري، غير هو عرف واخاش انفيستي فيهم، واش انفيستيهم في البريمير الكوليج الليسي ولا حتى من بعد الباك. من بعد الباك هي ركزات على من بعد الباك لانه كيكونوا محتاجين الفلوس اكثر. شوف في هذا الوقت الراهي اللي حنا كنعيشوه دابا الانفستيسمون في الدراري من الديبار كتمشي معاه، لا في البريمير لا في الكوليج لا في الليسي. خاصك تبقى غادي معاه باش كونساي يلاه الدري كيطلع هو هذا. هو السي عبد الهادي واحد القضيه باش نقادوا شويه الامور. راه التعليم الخصوصي في المغرب راه ماشي شي حاجه كثيره، راه من بين 100 متمدرس راه كاينين غير 14 ولا 15 اللي في القطاع الخاص، اما 85 الباقيه راه في القطاع العام. باش نعتنين ما نعتبروش بان المغاربه كاملين كيمشيو للقطاع الخاص، راه غير 14% او 15% اللي كاينين في القطاع الخاص. انا متفق معك في هذه المساله مولاي، انا متفق معك. دابا انا عطيتك غير واحد النظره ديالي من ناحيه لا شوف السي عبد الهادي انا متفق معك، لان دابا واحد السيد واحد الاب ولا واحد الام بطبيعه الحال من يكون عند الوليد ديالها كيمشي لقطاع مصالح عموميه وكاين الاضراب ولا ما كاينش الجوده وعنده واحد شويه الامكانيات الماديه، او ان ممكن تحيدها من القفه او تحيدها من الترونسبور او تحيدها من اللبس وتقري في ايكول بريفي، راه غدير ليكول بريفي طبيعه الحال ما فيهاش النقاش. ولكن الا كان عندنا التعليم العمومي في واحد المستوى اللي مزيان كيف ما قاينا فيه حنايا لقينا فيه حنايا في الثمانينات من لقينا فيه تما كاينه، راه كان التعليم كان في واحد المستوى. انا لحد الان باقي كان واحد مجموعه من الاساتذه والاساتذات باقي كنشكرهم اللي في الحياه ولا اللي ماتوا لانهم كانوا كيقرونا بالنيه. كاينه عبد الهادي عندك شي وليدات؟ وعندي انا 3 الوليدات تبارك الله. وكلهم كتقريهم في المدارس الخصوصيه؟ قريتهم كاملين في المدارس الخصوصيه الحمد لله. كاينه نتيجه بنيتات دارت مونسيون تبارك الله في الجهه ديال المنطقه اللي ساكنين فيها مزيان تبارك الله. دوزت دي كونكور الحمد لله نجحت فيهم. باقا دابا كتقلب اش من اتجاه اللي غادي تدوز فيه. وباقي عندي الوليدات يلاه في يلاه في السي بي، والاخر عنده هذا العام كاتخيام ان شاء الله الا قسم الله يسر ليهم ان شاء الله وتستثمر فيهم احسن استثمار السي عبد الهادي. من غير هذا الشيء الميزانيه ديالك على ما يرام
الحمد لله الحمد لله. شوف ارضات الوالدين والانسان كيتوكل على سيدي ربي عمره ما غادي يخيبه. هذا ما كان. تبارك الله عليك عبد الهادي، تحياتنا لك، الله ييسر الامور. شكرا لك على هذا النقاش. كنشكر جميع المستمعات والمستمعين اللي كنتوا معنا، ما سخيناش بكم. سي جدرين نتلاقاو يوم الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه ابتداء من 6 ديال العشيه. كونوا دائما في المواعيد. لكم تحيات فاطمه زهره الكسيري في الاخراج، سيف الدين بلغيتي. خليناكم على خير، السلام عليكم.